بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مالك رحمه الله: من أفاد ماشية من إبل أو بقر أو غنم فلا صدقة عليه فيها حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها، إلا أن يكون له قبلها نصاب ماشية، والنصاب ما تجب فيه الصدقة، إما 5 ذود من الإبل، وإما 30 بقرة، وإما 40 شاة. فإذا كان للرجل 5 ذود من الإبل أو 30 بقرة أو 40 شاة، ثم أفاد إليها إبلا أو بقرا أو غنما باشتراء أو هبة أو ميراث، فإنه يصدقها مع ماشيته حين يصدقها، وإن لم يحل على الفائدة الحول. وإن كان ما أفاد من الماشية إلى ماشيته قد صدقت قبل أن يشتريها بيوم واحد أو قبل أن يرثها بيوم واحد، فإنه يصدقها مع ماشيته حين يصدق ماشيته. هذا تابع لهذا الباب لأحكام الماشية، أحكام زكاة الماشية. قال الإمام مالك رحمه الله: من أفاد ماشية، من أفاد ماشية أي من استفاد ماشية. أفاد هنا بمعنى استفاد. تقول مثلا أفدت علما أي استفدته، أي أفاد. هنا أفاد وزنها أفعل، لأن أصلها أفيد. قد يظن ظن أن أفاد إذا أراد أن يزينها يقول وقبلها ألف ساكنة أفعل، أفاد وزنها أفعل. لكن هذا غلط، لأن ما عندنا فعل بهذا الوزن، هذا الوزن لا يوجد في أفعال. فأفاد أصلها أفيد على وزن أفعل. كيف صارت أفيد؟ أفعل. هذه الفتحة التي على الياء أفيد جعلت في الفاء الساكنة، فصار عندنا أفيد، فصارت الياء ساكنة بعد فتحة، فقلبت الياء ألفا، لأن الألف هي التي تناسب الفتحة، فصارت أفعل. فأفاد وزنها أفعل. وقلت لكم أفاد معناها استفاد، استفاد وزنها استفعل، لأن أصلها استفيد، والقصة التي وقعت لأفاد هي التي وقعت لاستفاد. لماذا أقول لكم هذا الكلام؟ لأنبه على شيء ليستفيده طلبة الصرف. ها هنا أفاد قلت لكم معناها استفاد، فجاءت أفعل واستفعل بمعنى واحد. أفعل موافقة في المعنى لاستفعل، وهذا موجود. تقول مثلا العرب تقول أيقن واستيقن بمعنى واحد. أيقن معناها أيقن على وزن أفعل، أيقن على وزن أفعل، واستيقن على وزن استفعل، وكلاهما بمعنى، فتكون هنا أفعل موافقة لاستفعل. استجاب وأجاب بمعنى. قال ربنا سبحانه: ذلك الكتاب لا ريب من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. يوقنون، ما هذا؟ أي فعل؟ أيقن. طيب، قال ربنا سبحانه: وجحدوا بها واستيقنتها. هذا استيقن. ما معنى استيقن؟ استيقنتها أنفسهم، أي أيقنتها. فأيقن واستيقن بمعنى. قال ربنا سبحانه: وفي الأرض آيات للموقنين. هذا اسم فاعل من أيقن. وقال ربنا سبحانه: إن نظن إلا ظنا وما نحن
بمستيقنين، اسم فاعل استيقن. ما معنى بمستيقنين؟ ما هو نحن بمستيقنين؟ أيوة ما نحن بموقنين. قال ربنا سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجيب لكم. وقال أيضا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب أي أستجيب. ادعوني أستجيب لكم أي أجيبكم. إذا فاستفعل وأفعل بمعنى. وهذا لم يذكره الشيخ الحسن رحمه الله في إحمراره على بنية أفعال. لما ذكر معاني أفعال لم يذكر منها موافقة استفعال، ولما ذكر معاني استفعال لم يذكر منها موافقة أفعال. قال في أفعال بأفعال استغني أو طاوع مجرده وللإزالة والوجدان قد حصلا، وقد يوافق مفتوحا ومنكسرا ثلاثيا كوعى ومرء قد نملا أعين وكثير وصير عرض النبي وللبلوغ كأمآ جعفر الإبلا وعدي النبي وأطلقن وقس ونقلنا غير من هذه قبلا. ولم يذكر موافقة استفعال. ولما تكلم عن استفعال لم يذكر موافقة أفعال. قال باستفعل اطلب تحول طاوع أفعال أو وافق تفعل أو وافق به افتعل أو الثلاثية كاستغنى وجاء به، وقد يكون على وجدان مجتمعا. ولم يذكر موافقة أفعال، ذكر مطاوعة أفعال. وفي طرته قال وطاوع أفعال أو وافقه، لم يذكر في النظر، لكنه ذكر هذا الشيخ محمد بن أبي القاسم السجلماسي المغربي في رجزه الطويل في التصريف، حيث يقول: ولموافقته كاستخلافا لأهله استقالهم كأخلفا. طيب، قال من أفاد. وقد جاءت اللغتان أعني أجاب مستجابا في قول الشاعر: وداع دعا يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيب. وداع دعا، واحد إنسان دعا نادى: يا من يجيب إلى الندى، هل من مجيب إلى الندى إلى الكرم؟ هل من كريم يكرم؟ وداع دعا يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيب. لم يستجبه عند ذاك مستجيب، لم يستجب له أحد فجاء باللغتين، فلم يستجبه استجاب، عند ذاك مجيب أجاب. هذا البيت من قصيدة جميلة جدا لكعب بن سعد الغنم يرثي فيها أخاه أبا المغوار، وهي من حور الكلام. يقول في مطلعها: تقول سليمان ما لجسمك شاحبا كأنك يحميك الطعام طبيب. فقلت ولم أعي الجواب لقولها: وللدهر في صم السلام نصيب. تتابع أحداثي تخرمن إخوتي وشيبن شعري والخطوط تشلب. لعمري لئن كانت أصابت مصيبة أخي والمنايا للرجال شعوب، لقد عجبت مني الحوادث ماجدا عروفا لريب الدهر حين ينوب. يقول فيها: وداع دعا يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيب. لماذا؟ لأن أخاه مات. الذي كان إذا دعي إلى الندى أجاب مات، فيقول له وداع دعا يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيب. فقلت ادع أخرى وارفع الصوت دعوة لعل أبي المغوال منك قريب. هذا من الشواهد يروى لعل أبي المغوال، لعلها حرف جر، ويروى لعل أبي المغوال، ويروى لعل أبا المغوال، على هذا فلا شيء فيه. فقلت ادع أخرى وارفع الصوت مرة دعوة لعل أبي المغوال منك قريب، فإني لباكيه وإني لصادق عليه وبعض القائلين كذوب. يقول فيها: غنينا بخير حقبة ثم جلحت علينا التي كل الأنام تصيب. فلو كان حي يفتدى لفديته بما لم تكن عنه النفوس تطيب، بعيني أو يمنى يدي وإنني ببذل فداه جاهدا لمصيب.
فإن تكن الأيام أحسن مرة إلي فقد عادت لهن ذنوب. أخي كان يكفيني وكان يعينني على نائبات الدهر حين تنوب. أخي ما أخي لا فاحش عند أهله ولا ورع عند اللقاء هيوب. إذا ما تراءه الرجال تحفظوا ولم ينطقوا العوراء وهو قريب. إلى آخر مقال جميل جدا. قال الإمام مالك رحمه الله: من أفاد ماشية من إبل أو بقر أو غنم فلا صدقة. طبعا هو قال من أفاد ماشية، يعني من استفاد، أي من جاءته ماشية على وجه الفائدة. ونحن قد تقدم لنا في هذه المجالس المباركة الكلام على الفائدة في باب الزكاة من طريف ما حدثت به في ما يمكن قبل أسبوع أو نحوه، أنه جاءني واحد قريب لي يقول لي جاءه إنسان يقول له: أبلغك ما قال شيء؟ قال شيئا فظيعا. قال ماذا قال؟ قال إنه يقول إن رواتب الموظفين كلها حرام. قال من قال فلان سعيد الكمالي. ماذا قال؟ قال رواتب الموظفين كلها حرام. أنا سمعت هذا. قال الفيديو موجود. قال أعطيني. فآخر بعث له مقطعا أتكلم فيه عن زكاة الفوائد، حيث أقول إن رواتب الموظفين من باب الفوائد، ظنها هو من باب الفوائد أي البنكية أي الربا أي حرام. هذا من غرائب ما تسمعه. طبعا الفائدة قلنا في باب الزكاة تكلمنا عنها، ما جاءك من بإرث بهدية بشراء. فالآن الشيخ الإمام مالك رحمه الله يتكلم عن الفائدة في الماشية، كيف يصنع بها. من أفاد ماشية من إبل أو بقر أو غنم فلا صدقة عليه فيها حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها. طيب، من أفاد ماشية، من استفاد ماشية، ورث ماشية، هو أهديت إليه، اشترى ماشية، اشتراها اليوم أو أهديت إليه اليوم، استفادها اليوم، وهي بالغة نصابا. إذا كانت إبلا فإنها بلغت 5 من الإبل، هذا هو النصاب. وإن كانت بقرا قد بلغت 30 رأسا، وإن كانت غنما فقد بلغت 40 رأسا، هذه النصاب. وإن كانت دجاجا فقد بلغت دجاج لا زكاة فيه. طيب، حشب نقول لكم وإن كانت بغنم طيب، فمن استفاد ماشية بالغة النصاب فإنه متى يزكيها؟ بعد أن يحول الحول من يوم أفادها في فاتح صفر، فإنه لا يزكيها إلا في فاتح صفر ليله، إلا أن يكون له قبلها نصاب ماشية، والنصاب ما تجب فيه. إلا أن يكون له قبلها نصاب ماشية. الآن هذا استفاد فائدة من الماشية. إذا لم يكن عنده شيء، هذه أول مواشي عنده، فإنه يستقبل بها الحول. لكن إذا كانت عنده ماشية بالغة نصابا، هذا عنده 100 رأس من غنم، هذا نصاب أم ليس نصابا؟ نصاب. وطبعا هذا حوله هو يعرفه، مثلا سيحول عليه الحول في فاتح رمضان، واستفاد ماشية في 20 شعبان. هذه الفائدة التي استفادها بما أنه عنده ماشية بالغة نصابا، فإن هذه الفائدة يضمها إلى الماشية التي عنده ويزكي الجميع عند حول الفائدة الأولى. هذا الذي ذكرت لكم، عنده 100 رأس من الغنم تحول زكاتها في الفاتح من رمضان، فاستفاد ماشية في 20 من شعبان، فإنه سيضيف تلك التي استفاد إلى ما عنده ويزكي الجميع متى؟
بفاتح رمضان. هذا الذي سيقول الإمام مالك رحمه الله. إلا أن يكون له قبلها نصاب ماشية. هذا شيء قد يكون في البوادي، إنسان في البادية له بقر، له غنم، له إبل، وقبل حلول عيد الأضحى بأشهر يشترون أكباشا، يشترون رؤوسا من المواشي استعدادا للعيد. الماشية التي عنده هي بالغة النصاب ولا، وسيحول الحول عليها على التي عنده قبل أن يجيء عيد الأضحى. ماذا يفعل؟ إذا حل الحول فإنه عليه أن يزكي الجميع ما عنده وما أعده العيد. واضح؟ إلا أن يكون له قبلها نصاب ماشية. هو الآن قرر لنا أنك إذا أفدت ماشية هي فائدة طارئة لم تطرأ على شيء قبلها فإنك تستقبل الحول. إلا أن يكون له قبلها نصاب ماشية. إلا أن يكون له قبل تلك الفائدة نصاب ماشية. فماذا يفعل؟ هذا الذي ذكرت لكم. والنصاب ما تجب فيه الصدقة، إما 5 ذود من الإبل، وإما 30 بقرة، وإما 40 شاة. طبعا هذا واضح، قلنا هذا هو النصاب. النصاب ما تجب فيه الزكاة 5 ذود من الإبل أو 30 من البقرة، 40 من الغنم. فإن كان للرجل 5 ذود من الإبل أو 30 بقرة أو 40 شاة، ثم أفاد إليها إبلا أو بقرا أو غنما باشتراء أو هبة أو ميراث، فإنه يصدقها مع ماشيته حين يصدقها. هذا هو. إذا كان الرجل عنده نصاب من الماشية وأفاد إليها ماشية أخرى فإنه يصدق هذه الفائدة مع ماشيته حين يصدقها، يضم الجميع ويزكيه في حول الأولى. وإن لم يحل على الفائدة الحول. سيقول لك كيف؟ أنت في المثال السابق الذي ذكرنا الماشية يحول عليه الحول في فتح رمضان. أنا هذه أهديت هذه 100 راس من الغنم قبل 10 أيام. 10 أيام مرت عليها عندي، لماذا أزكيها مع هذه التي مر عليها حول عندي؟ نقول له وإن مر عليها يوم واحد عندك فقط فإنك تضيفها إلى ما قبلها. لماذا؟ أنتم لا أدري هل تذكرون أم لا تذكرون لما تكلمنا عن فائدة المال، قلت لكم إن فائدة المال إذا بلغ مثلا ورثت اليوم نصابا، هذه فائدة بلغ النصاب ستستقبل الحول. بعد شهرين استفدت مالا آخر، هذه الفائدة الثانية أنت لا تضيفها إلى الفائدة الأولى. هذا تقدم لنا في فائدة المال، ولكن تبقى هذه على حولها وتبقى هذه على حولها، تزكي كلنا على حولها. فائدة الماشية لا. فائدة الماشية إذا استفدت ماشية وكانت قبلها عندك ماشية بالغة نصابا فإنك تضم الطارئة إلى القديمة. لماذا؟ ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن الماشية الذي يزكيها هو الساعي، هو الذي يأخذها ويفرقها، هو الساعي. هب أن أنت مثلا في الداخل، الساعي في الرباط، أنت في الداخل أو في وجدة أو هنا في طنجة. طيب سيأتيك الساعي من الرباط ليأخذ ماشية في الداخل أو في وجدة أو كذا ويفرقها، لأنه لا يجب عليك إخراج زكاة الماشية إذا وجد الساعي. طبعا كان موجودا ويخرج حتى يأتيك الساعي، وإن حال الحول لا بد من مجيء الساعي. طيب هذا الساعي جاء إليك إلى الداخلة من الرباط، جاء إلى الداخلة وأخذ ما عندك من ماشية وزكاها وقسمها وأعطاها إلى مستحقها. قلت له لا، أنا هذه 100 رأس هي التي حال عليها الحول، هذه سيحول عليها الحول بعد شهرين، هذه سيحول عليها الحول بعد 5 أشهر، هذه بعد 7 أشهر.
الساعي غادي يبقى مقابلك أنت. الساعي لا شغل له إلا إحصاء ما عندك ومتى يجب زكيته. طيب وباقي الناس هذا إذا كان يجب أن يذهب إلى هنا وهنا. فلما كانت الزكاة زكاة ماشي مرتبطة بالساعي، ولو لم تضم هذه الفائدات الطارئة على النصاب القديم لأوجب ذلك أن يأتيك الساعي مرتين أو أكثر في السنة، وإنما هو يأتيك مرة واحدة في السنة. فلذلك يقول الفقهاء إنك تضم هذا الطارف إلى التليد القديم فيزكيه الساعي حين يجي مرة واحدة. فهمتوا الكلام؟ تفضل سيدي. ولذا قال خير رحمه وضمت الفائدة له، فائدة المشيئة، وضمت الفائدة له أي للنصاب وإن قبل حوله بيوم تضم له. الذي يقرأ عليكم لتنظروا تروا كيف ابتعد الناس عما لا ينبغي أن يبتعدوا عنه. هذا الشيء كله كان معروف عند الناس، لأن من عنده شيء تجب فيه زكاة فكان يخرج زكاته. فإذا أخرج زكاة هو لا يعرف أحكام الزكاة، سيسأل عنها العام الأول ثم بعد ذلك يصنع فيها ما أمر الله به في كل عام. فالناس تعرف هذه الأحكام كان لا يجهل أحد ممن ينبغي أن لا يجهلها. عندك أغنام كانت الناس تعرف الزكاة، عندك بقر يعرف كيف يزكي، عنده زرع، عنده زيتون، عنده تمر، عنده كل ذلك كان يعرفه الناس، لأنهم كانوا رحمة الله عليهم يحبون أن لا يلقوا ربهم وعلى رقابهم تبعات أحد. ينظرون قول النبي صلى الله عليه وسلم تحذيره من أن يلقاه أحدنا وعلى رقبته شاة تيعر أو بعير له رغاء أو فيقول يا محمد أغثني ولست له بمغيث، أغثني ولست له بمغيث. قد بذلت لك النصح، قد بذلت لك الإرشاد، لكنك لم ترفع بما بذلت لك رأسا. هذا فقط الماشية. كل من كان ذا حرفة لها فيها حق حقوق الله، لها تعلق بحق الله، كان يبحث عن ما يتعلق بحق الله فيما يصنع. يبيع الذهب، يبيع الفضة، يبيع الزرع، يبيع الطعام، كان يحب أن يعرف أحكام ما يبيع. ويعذر بالجهل، يقف أمام ربه يقول له ربه لماذا لا صنعت كذا ولماذا فعلت كذا؟ يقول لي ما كنتش عارف. شابع رضاك في الإسلام، ولدت ونشأت وكبرت وشبت والحنى ظهرك وقفت وسقط حاجبك على عينيك في بلاد المسلمين، ثم جئتني تقول لم أكن أدري. فمتى تدري إذا؟ لماذا لم تكن تدري؟ لأنك لم تسأل. ولماذا لم تسأل؟ لأنك لم ترفع بذلك رأسك. فلا تلومن إلى نفسك. وإن كان ما أفاد من الماشية إلى ماشيته قد صدقت قبل أن يشتريها بيوم واحد. هذه الماشية والآن أفاد فائدة، ولما أفاد تلك الفائدة من الماشية وضمها إلى نصابه الذي عنده بعد يومين حال الحول على النصاب فإنه يزكي الجميع. سيقول له ذلك الذي أهداه مثلا أو الذي باعه هذه الماشية التي أنت تزكيها الآن أنا زكيتها قبل أن أبيعها لك لأنها حال الحول عندي، حال حولها عندي فزكيتها ثم بعتها لك، فأنت لماذا تزكيها مرة أخرى؟ مفهوم؟ يقول لك الإمام مالك وإن كانت هذه الماشية قد زكيت قبل أن يستفيدها هذا الثاني، وإن كانت زكيت عند صاحبها الأول فليس ذلك بمانع أن يزكيها صاحبها الثاني، لأن المال الواحد قد يزكى مرارا في الحول إذا اختلفت يد صاحبه، وسيبين لكم الإمام مالك مثال ذلك. زيد سيدي. وإن كان ما أفاد من الماشية إلى ماشيته قد صدقت قبل أن يشتريها بيوم واحد
أو قبل أن يرثها بيوم واحد فإنه يصدقها مع ماشيته حين يصدق ماشيته. هذا هو الذي قلت. وإن زكاها صاحبها قبل أن تنتقل إلى هذا الجديد بيوم واحد فإن هذا الجديد يجب عليه أيضا أن يزكيها إذا أضافها إلى ما عنده وحال حول. تزكى مرتين في أسبوع واحد. نعم، لأنه هذا عمرو الذي زكاها لما حال الحول، وهذا سعد الذي زكاها لما حال الحول. وسيذكر لكم مالك رحمه الله مثال ذلك. زيد سيدي. قال الإمام مالك رحمه الله: وإنما مثل ذلك مثل الورق يزكيها الرجل ثم يشتري بها من رجل آخر عرضا وقد وجبت عليه في عرضه ذلك إذا باعه الصدقة، فيخرج الرجل الآخر صدقتها فيكون الأول قد صدقها هذا اليوم ويكون الآخر قد صدقها من الغد. هذا هو. وزل العجب. يقول الإمام مالك رحمه الله: مثل هذا أن هذه الماشية تزكى عند هذا الأول وتزكى عند الثاني. قال: مثل ذلك كمثل الورق، الدراهم. كانت عند فلان هذه دراهم مال بلغ نصابا وهو عند بكر، فحال عليه الحول اليوم فزكاه بكر، أخرج زكاته. طيب. ثم بكر أراد أن يشتري قطعة أرض من عند زيد. زيد هذا له قطعة أرض حالت عليها أحوال، هو تاجر أراضي لكنه تاجر محتكر يرصد ارتفاع الأسواق. نحن تقدم لنا أن المحتكر ماذا يصنع؟ يزكي بعدما يبيع زكاة واحدة وإن مكثت العروض عنده سنين. تقدم لنا هذا. طيب، هذا الثاني، هذا بكر يبيع أراضي وعنده أرض يمسكها إلى أن يرتفع السعر، فمضت عليها أحوال. جاءه هذا الذي زكى ماله اليوم فاشترى من بكر الأرض. ماذا أعطاه؟ أعطاه ذلك المال الذي زكي، أخرجت منه الزكاة ولا لا؟ أعطاه المال، ذاك أخذ المال. لما أخذ المال، ما هو أخذ المال عن ماذا؟ عن ذلك العرض الذي أمسكه أحوال. لما أخذ المال وهو تاجر محتكر باع ذلك العرض فإنه يجب أن يخرج زكاته حين يبيعه. سيخرج زكاته من ذلك المال الذي زكي، فيكون زيد صاحبه الأول قد زكاه اليوم، وهذا التاجر المحتكر حين باع العرض زكاه في الغد. فهذا الذي يقول لك الإمام مالك، ها هو نفس المال زكي اليوم عند بكر وزكي في الغد عند زيد، وهو فهكذا الماشية تزكى اليوم عند هذا وتزكى في الغد عند هذا، وذلك لا يضير لأنها ليس يزكيها صاحب واحد أكثر من مرة في عام واحد، ولكنه اليد اختلفت. هذا الفقه. ماذا يظهر لكم هذا يا إخواني؟ أن الفقه ليس صناعة البطالين، ليس من هب ودب نجي أقول له أسأله وأستفهمه وأستفتيه في ديني. أنا أدري أن هذا قد يعسر فهمه على طائفة من المستمعين، بحال التي كل شيء فول قاصح شوية، غادي ندغو، غادي يلينو، غادي يسرطو. غير هو كاين اللي عنده الدراس صحاح، جوج ندغات غادي تهرس داك الشيء وغادي تسرط، وكاين اللي عنده الدراس راشين خصو يبقى وكاين اللي ما عنده كاع الدراس غادي يبقى يهرس فيه بالحم السنان. المهم خصو النضيخ. فبعض الاشياء في الفقه سهله، بحال الحريره، بحال ما تحتاج كاع نضيخ، غير تدير فمك وتسرط. وشي حوايج بحال الخبز شويه كارم خصك تفزقو شويه وتلينو، وكاين شي حوايج تفلق بهم كاع شي حد خصهم يدوزوا في واحد الماكينه اللي كطحن الكفته عاد باش تقدر تاكلهم. ولكن المهم تيبان لكم ان هذه صنعه. لماذا اذكر لكم هذا؟ لان هذا العلم كانه حقره كثير من الناس. اي واحد يسال اي واحد عن اي شيء ويقول له ذاك لا
تبان لي يظهر لي أنها فيها كذا. كيف يظهر لك؟ أنا أتعجب منك، كيف ظهر لك؟ وكيف تجلى هذا الظهور؟ زيد السجد. وهذه الزكاة وما يجيئكم في الموطأ هذا شيء قليل من أحكامها. الغوص في كتب الفقه الكبيرة المطولة هذا شيء قليل، ومع ذلك ترون. زيد سيدي. وإنما مثل ذلك مثل الورق يزكيها الرجل ثم يشتري بها من رجل آخر عرضا وقد وجبت عليه في عرضه ذلك إذا باعه الصدقة، فيخرج الرجل الآخر صدقتها فيكون الأول قد صدقها هذا اليوم ويكون الآخر قد صدقها من الغد. هذا هو. قال الإمام مالك رحمه الله في رجل كانت له غنم لا تجب فيها الصدقة فاشترى إليها غنما كثيرة تجب في دونها الصدقة أو ورثها، إنه لا تجب عليه في الغنم كلها صدقة حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها باشتراء أو ميراث، وذلك أن كل ما كان عند الرجل من ماشية لا تجب فيها الصدقة من إبل أو بقر أو غنم فليس يعد ذلك نصاب مال حتى يكون في كل صنف منها ما تجب فيه الصدقة، فذلك النصاب الذي يصدق معه ما أفاد إليه صاحبه من قليل أو كثير من الماشية. طيب، هذه قضية أخرى تشبه الأولى في جهة ولا تشبهها في جهة. نحن الآن في الفقرة التي قبل هذه الإمام مالك رحمه الله يتكلم عن من أفاد ماشية إلى ماشية عنده قد بلغت نصابا. ما الحكم؟ يضم الثانية هذه الفائدة إلى النصاب الذي عنده ويخرج زكاة الجميع متى؟ في حول الأولى. معايا ياك؟ طيب. الآن يتكلم عن من أفاد فائدة إلى ماشية عنده وتلك الماشية لا تبلغ نصابا. هذا الفرق. في الفقرة الأولى الماشية التي عنده بلغت نصابا، عرفنا الحكم. الآن هو أفاد ماشية، وهذه الماشية هي التي أفادها هي نصاب، لكنه أفادها إلى ماشية عنده، وتلك الماشية التي عنده ليست نصابا. ما الحكم؟ الحكم هو أنه لا يزكي حتى يحول الحول من يوم أفادها، يضيف هذه الفائدة إلى ما عنده ويزكي الجميع عندما يحول الحول من يوم أفاد الفائدة. هذا هو القضية. الآن لتلخيص الكلام، إذا أفاد فائدة ماشية وليس عنده ماشية وهذه الفائدة التي أفادها بلغت نصابا فإنه يزكيها حينما يحول الحول من يوم أفادها. إذا أفاد فائدة وعنده ماشية بلغت نصابا فإنه يضم الفائدة إلى الماشية التي عنده ويزكي الجميع عند حول الماشية التي عنده. إذا أفاد الصورة الثالثة، إذا أفاد ماشية وعنده ماشية ليست بالغة نصابا فإنه يضمها إلى ما عنده ويستقبل بالجميع ويزكي حين يحول الحول. هذه الخلاصة سهلة مهلة، الحمد لله رب العالمين. زيد سيدي. قال الإمام مالك في رجل كانت له غنم لا تجب فيها الصدقة. طيب، عنده غنم لا تجب فيها الصدقة، لماذا؟ لأنها لم تبلغ نصابا. أيوة. فاشترى إليها غنما كثيرة تجب في دونها الصدقة أو ورثها. طيب، هذا يعني عنده 20 رأسا من الغنم، هذه ليست نصابا، فاشترى ماشية كثيرة أو ورثها، وهذه التي اشترى أو ورثها تبلغ نصابا، يعني اشترى أو ورث 200 رأس من الغنم. زيد. إنه لا تجب عليه في الغنم كلها صدقة. لا تجب عليه في الغنم كلها الزكاة. اليوم عندما اشتراها عندما أفادها لا يجب عليه شيء،
زين. حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها. هذا هو، حتى يحول الحول من يوم أفادها، فإنه حينئذ يزكي الجميع، 20 التي كانت عنده وال200 التي أفادها. أيوة. حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها باشتراء أو ميراث، وذلك أن كل ما كان عند الرجل من ماشية لا تجب فيها الصدقة من إبل أو بقر أو غنم فليس يعد ذلك نصاب مال حتى يكون في كل صنف منها ما تجب فيه الصدقة. أيوة، حتى يكون في كل صنف، حتى يكون في صنف الإبل ما تجب فيه الصدقة وهو 5 من الإبل، حتى يكون في صنف البقر ما تجب فيه الصدقة وهو 30 رأسا من البقر، حتى يكون في صنف الغنم ما تجب فيه الصدقة وهو 40 رأسا من الغنم. نعم. فذلك النصاب الذي يصدق معه ما أفاد إليه صاحبه، هذا هو. نعم. من قليل أو كثير من الماشية. إذا أفاد قليلا أو كثيرا فإنه يضمه إلى ذلك النصاب. قال الإمام مالك رحمه الله: ولو كانت لرجل إبل أو بقر أو غنم تجب في كل صنف منها الصدقة. طيب، هذا عنده إبل وعنده بقر وعنده غنم، وكل نوع من أنواع المواشي تجب فيه الزكاة، يعني كلها قد بلغت نصابا. أيوة. ثم أفاد إليها بعيرا أو بقرة أو شاة. ثم أفاد إلى الإبل بعيرا، وأفاد إلى البقر بقرة، وأفاد إلى الغنم شاة. أيوة. صدقها مع ماشيته حين يصدقها. صدقها، زكاها مع ماشيته، ويعدها في الزكاة. مثلا إذا كان عنده 24 رأسا من الإبل، ما الذي يجب عليه؟ 4 شياه. نحن قلنا نصاب الإبل 5 رؤوس، وماذا يخرج عن 5 من الإبل؟ يخرج شاة، وهكذا عن كل 5 يخرج شاة إلى 25. في كل 5 من جمال جذعة شاة إلى 20 بعد 4. 25 ماذا عنده؟ بنت مخاض. طيب، هذا عنده 24 رأسا من الإبل، وأفاد إليها بعيرا، صار عنده 25. الواجب عليه 4 شياه. فلما أفاد ذلك البعير قبل الحول بيوم فإنه يضمه إلى ما تقدم، يصير عنده 25 رأسا، يصير الواجب عليه بنت مخاض. يصير الواجب عليه بنت مخاض. مفهوم؟ إذا كان عنده 39 رأسا من البقر، ما الواجب عليه؟ تبيع. نحن قلنا من النصاب 30 رأسا، إذا عنده 30 رأسا فالواجب عليه تبيع ابن عامين ذكر، إلى 39 في كل هذا يخرج تبيعا، ابتداء من 40 يخرج مسنة. هذا عنده 39 رأسا، قبل الحول بيوم أفاد بقرة، فإنه يضمها إلى ما تقدم ويصير الواجب عليه مسنة، لأن صار عنده 40 رأسا. واحد عنده 120 رأسا من الغنم، كم الواجب عليه؟ لا، واحدة، شاة واحدة. احنا قلنا النصاب هو 40 و40 يخرج شاة إلى 20 و100، هذا كله يخرج شاة واحدة. من 21 و100 إلى 200 يخرج شاتين، من 21 إلى 399 يخرج 3، وبعد 400 عن كل 100 شاة. خصو تعقلوا على هذا الشيء. يجيكم واحد يقول لكم أنا عندي 120، تقول لي خرج 3، جوج ديتيهم لي غير انت بوحدك. الله كاع ما وجبهم عليه، وجبتهم لي انت. تعقلوا على هذا الشيء، ردوا البال. والمشكله غيتيق بك، يقول راه هذا يلاه حضر الداز الموطا ويجي يضرب فيه على الزكاه، ويجي شي طالب يقول لي لا راه تيخربق، تقول لي انت تخربق، هذا راه عاد كنتيق. ردوا بالكم. طيب، فهذا عنده 120 رأسا من الغنم، الواجب عليه شاة واحدة. قبل حوله بيوم أفاد شاة، صار عنده الواجب عليه شاتان. لماذا؟ لأنه يضم هذه الفائدة إلى القديم ويزكي الجميع.
هذا المقصود. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله: وهذا أحب ما سمعت إلي في هذا. يقول الإمام مالك رحمه الله: هذا أحب ما سمعت إلي في هذه المسائل التي ذكر في فائدة الماشية. هذا أحب ما سمعت إلي. معنى هذا الكلام، ما معنى قول الإمام مالك هذا أحب ما سمعت إلي؟ أحب ما هذا أحب؟ أفعال تفضيل، أفعال تفضيل. أحب تقول السمك أحب إلي من اللحم، هذا أفعال تفضيل ولا لا؟ أنت تفضل هذا على هذا، معنى ذلك أنك تحبهما معا ولا لا؟ لكن هذا أحب إليك. هل أنت تقول السمك أحب إلي من اللحم وأنت لا تأكل اللحم؟ إذا كنت لا تأكل اللحم هل تقول السمك أحب إلي من اللحم؟ أنت لا تحب اللحم، فتقول إذا قيل كيف تقول السمك إذا كنت تحب السمك ولا تحب اللحم كيف تقول؟ تقول أحب السمك، نفهم أنك لا تحب اللحم. أما إذا قلت السمك أحب إلي من اللحم نفهم أنك تحبهما وهذا أحب إليك من هذا. طيب، مالك يقول هذا أحب ما سمعت إليه. هذا أحب أفعال التفضيل، لكن أفعال التفضيل أحيانا يأتي ليس على بابه، يأتي لا يدل على التفضيل. مثلا ربنا سبحانه يقول أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. أصحاب الجنة، نسأل الله أن نكون من أهلها. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا أي أخيار مستقرا. خير هذه معنى أخيار مستقرا وأحسن مقيلا. أخيار مستقرا ممن؟ من أصحاب النار. هل في النار من مستقر يوصف بأنه خير قط؟ أنا قلت لكم اذكروا هذه القاعدة، عندما تقول فلان أطول من فلان معناه أن كل منهما طويل، وهذا يفضل هذا في الطول. مثلا هذا طوله متران وهذا طوله متران ونصف على اعتبار أنه موجود هذا فتقول هذا أطول من هذا. أما تأتي بواحد طوله متران والآخر طوله متر ونصف تقول هذا أطول من هذا وهذا طويل هذا. كيف تقول في التعبير حينئذ؟ تقول هذا طويل هذا قصير هذا. عندما تقول هذا أطول من هذا فقد حكمت لهما بالطول معا، لكن هذا أزياد في الطول من هذا. هذا ترى اثنين سمين ونحيف، تقول هذا أسمن من هذا. يفهم السامع أنك لا تفهم العربية بحت الدارجة لأنه في الدارجة إذا رأيت سمينا ونحيفا تقول هذا غلظ من هذا. ماذا تقول؟ تقول هذا غليظ، هذا ليس غليظ، هذا رقيق. واش فهمت؟ طيب ربنا يقول خيار مستقرا، هل هذا أفعال التفضيل على بابه؟ لا، لأن مستقر أهل النار ليس فيه من خير قط. وأحسن مقيلا، هل في مقيل أهل النار من حسن قط؟ لا. فإذا أفعال التفضيل هنا ليست على بابها. قال ربنا سبحانه ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. وهذا أفعال التفضيل لكنه ليس على بابه، لا يدل على المفاضلة، لأن الأمة المشركة ليس فيها خير أصلا. قال ربنا سبحانه حاكيا كلام يوسف عليه السلام قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. ما الذي يدعونه إليه؟ الزنا. أحب السجن، قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، يعني من الزنا. السجن أحب إلي من الزنا. هل معنى هذا أن يوسف عليه السلام يحب الزنا والسجن أحب إليه؟ حاشا. إذا أفعال التفضيل هنا ليست على بابها. يعني السجن أحب إلي أي أحب السجن، إذا كان مقابله الزنا فأنا أحب السجن، هذا معنى أحب إلي. مفهوم الكلام؟ فيحتمل أيضا هنا أن كلام مالك رحمه الله على أفعال التفضيل ليس على بابه. هذا أحب ما سمعت إليه أي هذا الحبيب إلي، وغيره من أقوال العلماء لا أحبه، ولذلك لم يختاره لأنه ضعيف من جهة الدليل. هذا احتمال. ويحتمل أيضا أن يكون أفعال التفضيل هنا على بابه،
وأن مالكا يفضل هذا القول، ولكن غيره من أقوال العلماء أيضا محبوبة عنده، إلا أن هذا القول الذي اختاره أحب إليه منها لأنه أظهر دليلا وأقوى مقيلا. وهذا هنا فيه ملحظ عندما يقول الإمام مالك هذا أحب إليه، فيفهم غيره من العلماء الذين خالفوه أن أقوالهم عنده أيضا محبوبة يعني لها وجه، لها نظر. الإمام مالك رحمه الله يعطيها اعتبارا، وإن كان لا يختارها ويختار غيرها، لكن عندها اعتبار. هذا فيه ملحظ ما كانوا عليه من التأدب بينهم عندما يختلفون. هذه مسألة أنا قلت لكم فيها خلاف، ويقول هذا القول أنا الذي أقول أحب إليه، معناه أن ما يقول نظراء من أهل العلم أيضا أحبه، لكني لا أختاره، وهذا ما قلته أحب إليه لأنه أظهر من جهة الدليل عندي. فهذا يدلكم على ما كانوا عليه من الأدب عندما يختلفون، وكيف كانوا يلزمون هذا السمت الجميل الذي كانوا يأثرونه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يختلفون، ونعم أسوتهم. ولم يكن، قلما كنت تجد من يشذ عن هذا الخلق في ذلك الزمن الجميل، ولا يصدع بنيان الأخوة بينهم شدة اختلافهم وقوة تناظرهم. يتناظرون ويتجادلون ويختلفون ويتناقشون ويتآخون ويتأدبون. يروي القاضي عياض في المدارك عن الليث بن سعد المصري إمام أهل مصر في زمانه أنه لقي مالك بن أنس، الإمام مالك في المدينة وهو من أقرانه، فرآه يمسح العرق عن جبينه، فقال له: ما لك ما لي أراك تمسح العرق عن جبينك؟ فقال له: ماذا لقيت من أبي حنيفة؟ إنه لفقيه يا مصري. يا مصري أي يتحدث عنه. إمام مالك كان في نقاش مع أبي حنيفة، يقول لليث: هو الذي عرقت بسبب نقاشي معه، إنه لفقيه يا مصري. مع كثرة الخلاف الذي هو مشهور جدا في مسائل كثيرة جدا بين المالكية والحنفية، يقول إنه لفقيه، ويتفرق يفترقان. ثم يلقى بعد ذلك الليث يلقى أبا حنيفة فيقول له: ما أحسن قول هذا الرجل فيك. فيقول أبو حنيفة لليث بن سعد: ما رأيت أسرع منه بجواب صادق ونقد تام. يروي أيضا عن أن محمد بن الحسن، وهو من أجل تلاميذ الإمام أبي حنيفة، ناظر الشافعي، والشافعي في هذا الوقت محسوب على تلاميذ الإمام مالك. فقال محمد بن الحسن للشافعي: أيما أعلم، صاحبنا أم صاحبكم؟ أبو حنيفة أم مالك؟ فقال له الشافعي: على الإنصاف تريد أم المكابرة؟ فقال محمد بن الحسن: لا، بل الإنصاف. فقال الشافعي: أنشودك الله، أيهما أعلم بكتاب الله وناسخه ومنسوخه؟ فقال محمد بن الحسن: اللهم صاحبكم. قال: فأيهما أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال محمد بن الحسن: صاحبكم. لأن مدينة هذه مدرسة الأثر، أبو حنيفة إمام، لكن ليست البيئة بيئة حديثية كبيئة المدينة في ذيك العراق. قال: اللهم صاحبكم. قال: فأيهما أعلم بأقوال الصحابة وأقضيتهم؟ قال: صاحبكم. قال الشافعي: فلم يبقى إلا القياس. فقال محمد بن الحسن: فصاحبنا أقيس. فقال الشافعي: إنما القياس يكون على أحد هذه الأشياء.
قياس على ماذا يكون؟ على أي شيء تقيس؟ إما على الكتاب وإما على السنة وإما على هذه الأدلة النقلية، فعلى أي شيء تقيس؟ ولم يؤثر عن محمد بن الحسن أنه أساء القول في الشافعي لما قال ما قال، ولم يؤثر عن الشافعي تيه على محمد بن الحسن. هذا أنا قلت لكم الإمام مالك والليث بن سعد قرينان صاحبان. الإمام مالك اشتهر بأصله الذي انفرد به بين الأئمة، وهو اعتبار عمل أهل المدينة حجة. الإمام مالك رحمه الله يرى أن، وهذا حق، هذه القضية التي سأقول لك منطقية، النبي صلى الله عليه وسلم أكثر عيشه في زمن التشريع في المدينة ومات بها، وأكثر الصحابة استوطنوا المدينة ومكثوا فيها، وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أقاموا بها وماتوا بها. الذين ذهبوا في الأمصار قليل إذا قورنوا بمن بقي في المدينة، وذلك العلم الذي كان عند الصحابة في المدينة انتقل إلى التابعين، ومن التابعين انتقل إلى تبعهم إلى مالك. فمالك يرى أن ما عند أهل المدينة من العلم هو ما كان عند الصحابة وما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم. فأي شيء اختلف فيه أهل المدينة وغيرهم من الأمصار فإن أهل الأمصار ينبغي أن يقلدوا أهل المدينة ويتبعون ولا يخالفهم. هذا رأي الإمام مالك. طبعا الليث بن سعد كان يخالفه خلة مسألة فيها يعني. فكتب إليه مالك رسالة يوشك أنه يوبخه فيها. هذا ليس شيخا له، هذا صاحبه قرينه، هذا مات في 176 وهذا مات في 179 أقران، يوبخه، يوشك أنه توبخ. يوبخني شيخي، أنا قرينا مع بعضياتنا توبخني. فيقول، ولكن يقول له توبيخ ماشي، يقول له يعني مثلك وفي مثل مكانك وفي مثل ورعك وفي علمك الذي يحتاج الناس إليه، وتخالف في هذه القضية، يعني أنت لا ينبغي أن تخالف هذا الشيء. والليث يجيبه برسالة يقول لها صدقت وما قلت من فضل أهل المدينة فصدقت في كذا، ويتناقشان ولا يوافق أحدهما صاحبه، ويبقى الليث على قوله إلى أن يلقى الله، ويبقى مالك على مذهبه إلى أن يلقى الله. نقاش. ثم إن مالكا يريد أن يزوج ابنته، ومصر فيها طيب معروف، فيكتب إلى الليث بن سعد ويسأله شيئا من الطيب ليجهز به ابنته. الفقه قبل قليل كنت عمل المدينة وتوبخني، دابا وليتي باغي. هذا نقاش علمي، الأخوة هذه لا يقدح فيها شيء، لا يجد أدنى غضاضة أن يقول الليث بن سعد أريد شيئا من الطيب طيب مصر لأجهز بنيباتي. ماذا يصنع الليث بن سعد؟ لا يقول له أنت البارح يلا تقول لي وكتب لي رسالة وحشمتيني قدام التلاميذ ديالي، لا يقول له. يبعث إليه وقر بعير من الطيب، شواري ديال البعير. ومالك لا يريد أن يجهز كل من تتزوج في الحجاز بنت واحدة، فيجهز ابنته ويبيع ما بقي من ذلك الطيب ويقضي به ديونه. تعرفون لماذا خلافهم لا يذهب أخوة بينهم؟ لأنهم يختلفون لله، لاستكشاف دين الله، للاجتهاد في معرفة حكم الله، وكلهم يعرف ذلك من أخيه، وأن الباعث له على ذلك هو شفقته عليه، هو رغبة الخير له. خلافنا تدرون لماذا يورث الضغائن؟ لأن سببه الظهور، تحب أن تظهر عليه، وتحب أن يقال فيك هذا أنت، ويقال فيه ليس بشيء غلبه وشتي دار ليه، وأنت تحب هذه النغمة أن تصب في أذنك، هذه النغمة الإبليسية. هذا إبليس هو اللي قال، هو من قال لربنا سبحانه أنا خير منه، فأنت تحب أن يلقى في أذنك ما نطق به إبليس، هذا خير منه، هذا أعلم منه، فمناقشتك له في الغالب هذا انبعثها، فلذلك تورث الضغائن.
والله المستعان. وإلا مجلس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.